السلام عليكم. وصفة النهاردة وصفة خفيفة وبسيطة جدا، الرواني أو كيكة البسبوسة. أخف من الكيك وأطعم من البسبوسة، قوامها طري وخفيف وريحتها تاخد العقل. استحالة تكتفي منها بقطعة واحدة، ولو لسه مجربتهاش فصدقوني أول مرة هتجربوها مش هتكون آخر مرة. وصفة خفيفة ولذيذة وهتنسيك الكيك والبسبوسة. تابعوا معايا الفيديو للآخر، في خطوات مهمة لازم تشوفوها. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونشوف حضرناها ازاي. أول خطوة في تحضير الرواني وهو الشربات. شربات الرواني بيكون خفيف ودافي زي شربات البسبوسة بالظبط. وعلشان أحضر شربات الرواني بحتاج كوبين من السكر، بدوب السكر بعيد عن النار وبرفعه على نار متوسطة. أول ما يبدأ معايا في الغليان بضيف عصير ليمونة، بسيبه يغلي حوالي 5 دقايق وبعدين برفعه من على النار. ودلوقتي هجهز الصينية اللي هنحضر فيها الرواني. معايا هنا صينية مقاس 30 بدهنها مادة دهنية زبدة أو زيت، بسيبها على جنب وبحضر للرواني. بنزل بالمكونات الجافة في الأول. معايا كوب من سميد البسبوسة، خشن أو ناعم المتوفر عندك، ما بيفرقش كتير في الوصفة دي. بضيف عليه كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات، نص كوب من جوز الهند الناعم، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح. بضيف كمان بشر برتقانة، وده اختياري تقدري تستغني عنها لكنها بتدي طعم جميل قوي للرواني. وبقلب المكونات الجافة مع بعض، ودي خطوة مهمة جدا. تعالوا دلوقتي نحضر لخليط الرواني. بحتاج 3 بيض حجم كبير، ولو صغير يبقى 4. ولازم تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. بضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا وكوب من السكر، وبخفق المكونات مع بعض لحد ما يفتح معايا لون البيض ويدوب معايا السكر تماما. تقدري تشتغلي بالمضرب الكهربائي او اليدوي او في خلاط الكوكتيل المتوفر عندك استخدميه. بخفق حوالي 5 دقايق، واول ما فتح معايا لون الخليط بالشكل ده بنزل بباقي المكونات. بضيف كوب من الزبادي، كوب من الزيت النباتي، وبخلطهم كويس. ودلوقتي هنزل بالمكونات الجافة اللي حضرناها مع بعض في البداية. بخلط وبتأكد ان مفيش اي دقيق، وان الدقيق اختفى معايا تماما. قوام الخليط بيكون لا خفيف ولا تقيل، نفس قوام خليط الكيك. ودلوقتي هنزل بيه في الصينية اللي جهزناها مع بعض. بدخلها فرن سخن شغال قبل دخول الكيك على درجة حرارة 200. بدخلها الفرن على درجة حرارة 200 أول 5 دقايق، وبعدين بهدي النار ل180. هتاخد معاكي من 35 ل40 دقيقة حسب الفرن بتاعك. وأول ما تلون من الأطراف على طول بشغل من فوق تاخد اللون الذهبي، وعلى طول بخرجها. تعالوا نشوف بعد ما خرجت معايا من الفرن. بسيبها تهدى حوالي دقيقتين وبسقيها بالشربات الدافي. ضروري جدا لازم يكون الشربات بتاعي دافي، لان الرواني بتطلع ناشفة شوية من الفرن، فلازم يكون الشربات دافي والرواني سخنة. بسيبها تشرب كل الشربات
كل ما بتسيبيها فترة اطول كل ما كان طعمها بيبقى احلى، لان السميد بيشرب الشربات وبينفش معاكي، والرواني بتطلع معاكي خفيفة وهشة جدا. وبعدين بقسمها لقطع وبزينها بجوز الهند او الفستق المتوفر عندك استخدميه. تقدري كمان تزينيها بالمربى مع جوز الهند، وعلى طول بقدمها. ما شاء الله خفيفة وطرية وهشة جدا، هتنسيك الكيك والبسبوسة. بجد من الوصفات اللي لازم تجربوها، لانكم لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها مرة تانية. كده بنكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وتكتبولي في التعليقات. بس لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم في وصفات تانية سهلة وسريعة وبسيطة، ودمتم على الف خير. مع السلامة.